تخيل معايا انت فاتح يوتيوب وداخل تسمع كليب جديد لمغني مغربي اسمه دراكانوف. فجأة وسط الإيقاعات والتصوير يطلع قدامك محمد خساني، الفنان الجزائري المعروف، بيرقص. راجل مسيرته كلها ضحك ودم خفيف. المشهد اللي ممكن يبان عادي لو في أي بلدين تانيين، في المغرب والجزائر بقى قضية رأي عام. دراكانوف مغني مغربي، الكليب إنتاج مغربي، ووسط كل ده طلع محمد خساني ضيف شرف بيرقص جنب دراكانوف. خساني مش أي حد، هو فنان جزائري عنده جمهور واسع، لكن لما يظهر في كليب مغربي ويرقص الناس ما شافتش الموضوع فن، شافته رمز سياسي. هنا بقى ولعت يا معلم، الجمهور الجزائري شاف الموضوع خيانة وطنية. خساني باع القضية، هذا تطبيع فني مع المغرب، يا خساني خنت دماء الشهداء. غدوة نلقاو خساني يغني منبت الأحرار مع سعد المجرد. أما الجمهور المغربي، يا جماعة فكونا من السياسة، ده فن. خساني ممثل مش مسؤول عن الحدود، أصلا الكليب حلو ومش فارقة معانا. والميمز نزلت تكسر. خساني طلع بعد الهجوم وقال بمنتهى البساطة: أنا ممثل، شاركت في عمل فني وما عنديش أي أجندة سياسية. الانقسام ده مش غريب، لأنه في الخلفية في تاريخ طويل من الحساسية بين البلدين. القصة مش عن خساني شخصيا، دي عن عقلية. في المغرب والجزائر أي تعاون فني بيتحول لقضية سياسية. كرة قدم إيكوالز حرب، مهرجان إيكوالز بيان دبلوماسي. في الآخر الشعوب بتفهم الرموز أسرع من الأغاني. الإعلام والبوز. الكليب دخل الترند فوراً في الجزائر والمغرب، وسائل الإعلام تناولته وكأنه قضية وطنية. النتيجة: دراكانوف كسب مشاهدات، وخساني كسب بوليميك وشهرة أوسع. القصة مش بس كليب، القصة إن أي عمل فني بقى قنبلة موقوتة في زمن السوشيال ميديا. خطوة واحدة تلاقي نفسك ترند في المغرب وخيانة في الجزائر. خساني اتزنق، دراكانوف انبسط، والجمهور اتقسم نصين. اللي حصل مع خساني يورينا حاجة: الفنان في المغرب والجزائر مش بس فنان، هو مرآة لسياسة، حتى لو نيته كانت مجرد فن. السؤال ليكم: هل خساني غلط لما ظهر مع دراكانوف؟ ولا عمل اللي المفروض الفنان يعمله، يكسر الحدود اللي السياسيين حاطينها؟ هل فعلا الكليب بريء؟ ولا احنا اللي بندخل السياسة في كل حاجة؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك والسبسكرايب. ميرسي بوكو. البيبليك تاعي يبغيني. والخدمة عميد صافا؟ صافا غادي نمشي خدمة هادي.